الهدف الرئيسي لبرنامج تخاص هو دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال خلق فرص عمل في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية في 3 ولايات: جابس، القيروان، وجندوبة. تخاص هو برنامج موجه للشباب وخاصة منهم النساء، سواء عندهم فكرة مشروع فردي أو جماعي، عن طريق مجامع التنمية الفلاحية، الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، أو الشركات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية. باش تنتفع ببرنامج خاص يكفي أنه فكرة مشروعك تكون مبتكرة وعندها قدرة عالية لخلق فرص عمل جديدة في القطاع الفلاحي، وهذا يشمل الإنتاج، التحويل، الصناعات الغذائية، وخدمات الإدارة والتسويق للمنتجين، وعمليات ما بعد الحصاد كيما التخزين والمعالجة والتعبئة، وزادة النهوض بالموارد الثقافية والطبيعية. تخاص باش يحط على ذمة المشاريع مسار دعم شامل يبدأ من صياغة الفكرة مروراً بالدعم لتطوير خطة العمل ووصولاً إلى منح التمويل، وزادة المرافقة خلال وبعد إنشاء المشروع في برشا مجالات كما التكوين القانوني والإداري، المحاسبة والتمويل، التفاوض التجاري والبحث على أسواق جديدة، دراسة المنافسة، إدارة المخزون وغيرها. باش يقدم المترشح فكرة مشروعه يكفي أنه يتصل بواحد من شركاء البرنامج اللي هما الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، إندا العالم العربي، وميكرو فينانزا. للمزيد من المعلومات عن البرنامج يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج تخاص www.tras.tn أو الصفحة الرسمية للبرنامج على الفيسبوك تراس تونيزيا.